السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات الحوت بتاريخ 24/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الحوت. على الصعيد العام، اليوم ده بيطلب منك يا حوت هدوء وحكمة أكتر من أي يوم فات، لأنك داخل مرحلة بتعيد فيها ترتيب نفسك من جواك قبل أي خطوة بره. ناس كتير ممكن تشوفك ساكت، لكن الحقيقة إنك بتفكر وبتحسب كل حاجة، والقرارات اللي هتاخدها قريب هتكون نابعة من وعي مش اندفاع. أنت مش ضعيف، أنت واعي، وهدوءك ده قوة مش هروب. خليك ثابت. بيجيلك إحساس جوه منك وبيقولك يا حوت إن التغيير جاي، حتى لو مش واضح شكله دلوقتي. الأيام دي بتعلمك تصبر على الصورة قبل ما تكمل، وكل موقف بتمر بيه بيكشف لك حقيقة شخص أو فكرة كنت متمسك بيها غلط. الحياة بتكشف لك مش بتعاقبك، وإنت بتفهم دلوقتي أكتر، وده بصالحك حتى لو موجوع. طاقتك العامة متقلبة لكن واعية، يعني ممكن تحس بتعب نفسي بسيط، لكن في نفس الوقت عندك إدراك عالي باللي بيحصل حواليك، وده بيخليك تشوف حاجات غيرك مش شايفها. حاول تستغل الحس ده بدل ما تسيبه يقلقك. الحس العالي نعمة يا حوت، لكن لو استخدمته صح مش لعنة. انت مختلف، ودي قوتك. المرحلة دي بتقولك بوضوح بلاش استعجال، وبلاش تضغط على نفسك إن كل حاجة تتحل مرة واحدة. خليك ماشي خطوة خطوة، لأن كل خطوة صغيرة دلوقتي بتبني أساس كبير لقدام، وأي استعجال هيبوظ الصورة. التمهيل حكمة يا حوت مش كسل، وانت فاهم ده. اسمع لنفسك وما تخافش. نهاية المرحلة دي هتكون مختلفة عن بدايتها يا حوت، لأن هتخرج منها إنسان أهدى وأوضح وأقوى من جواك. حتى لو لسه الظروف ما اتغيرتش، أنت اللي اتغيرت، وده أهم بكتير من أي تغيير خارجي. القوة الحقيقية جواك مش حواليك، وأنت وصلت ليها حتى لو بهدوء وحتى لو لوحدك. أما على الصعيد العملي، الشغل محتاج منك يا حوت تركيز مضاعف، لأن في تفاصيل صغيرة لو أخدت بالك منها هتفرق جامد في النتيجة. الحوت دايما مبدع، بس أحيانا بيمل من الروتين، والفترة دي بتطلب منك توازن بين الإبداع والانضباط. الإبداع مهم بس النظام أهم، والتوازن هو الحل، وانت قادر يا حوت لو ركزت. ممكن تحس ان مجهودك مش باين قوي دلوقتي، بس الحقيقة ان اللي بتعمله بيتسجل حتى لو محدش قالك كده بصراحة. في شخص بيراقب شغلك وبيحسب ليك كل تفصيلة، ووقتك جاي. التقدير مش دايما فوري، بس بيجي، وانت تستاهله. اصبر وكمل. كمان لو بتفكر انك تغير شغل او تبدأ حاجة جديدة، الفكرة موجودة بس التنفيذ محتاج دراسة اكتر. بلاش قرارات سريعة، وخليك اجمع معلومات وتبني خطة، لان نجاحك جاي من التخطيط مش من المغامرة العشوائية. الفكرة حلوة بس الخطة احلى، وانت ذكي اعمل حسابك قبل اي خطوة. العلاقات في الشغل محتاجة مرونة منك يا حوت. حاول تقلل حساسيتك شوية وتفصل الشغل عن المشاعر، مش كل كلمة تاخدها على صدرك. بعض الناس بتتكلم من ضغطها مش منك انت يا حوت. مش كل حاجة شخصية. افصل وارتاح، وده هيقويك مش يضعفك. نهاية الفترة العملية دي هتحس إنك أثبتت نفسك أكتر يا حوت، حتى لو الطريق كان طويل ومتعب. بس المهم إنك ما استسلمتش، وده اللي هيخليك تكسب احترامك قبل احترام غيرك. الاستمرار نجاح مش سرعة، وإنت مكمل، وده كفاية حاليا. أما على الصعيد العاطفي، عاطفيا يا حوت أنت حساس زيادة عن اللزوم اليومين دول، وده بيخليك تحس بكل حاجة بعمق، سواء حلوة أو وحشة. حاول تحمي قلبك شوية وما تديش كل طاقتك مرة واحدة. مش كل الناس تستاهل العمق ده. قلبك نضيف بس مش سهل. اختار صح وما تستعجلش في العطاء. لو في علاقة في الفترة دي محتاجة حوار صريح من غير لف ولا دوران. الكلام اللي جواك لازم يطلع بهدوء يا حوت، لأن الكتمان عندك بيتحول لتعب، وأي علاقة صح لازم تستحمل الصراحة. الكلام علاج مش مشكلة، والصدق قوة مش تهديد. جرب انت بس. ولو انت عازب يا حوت، فانت مش فاضي لأي حد. انت بتدور على إحساس حقيقي مش تسلية،
وده مخليك ترفض علاقات كتير شكلها حلو لكن فاضية من العمق، وده اختيار صح حتى لو حسسك بالوحدة شوية. الوحدة أرحم من العلاقة الناقصة، وانت فاهم ده. قلبك مش لعبة ولا ده وقتك. في شخص ممكن يرجع بحنين، بس القرار في ايدك يا حوت. هل ده رجوع نابع من نضج ولا مجرد اشتياق مؤقت؟ اسأل نفسك كويس قبل ما تفتح باب قفلته بتعب. الرجوع مش دايما حل، احيانا اختيار، وانت ذكي من انك تكرر نفس الوجع. نهاية المرحلة العاطفية يا حوت دي هتكون أوضح، يا إما استقرار حقيقي يا إما قناعة إنك تستنى الأحسن، وفي الحالتين أنت كسبان لأنك بقيت صادق مع نفسك ومش بتضحك عليها. الصدق راحة حتى لو موجوع، وأنت اخترته، وده نضج مش خسارة. أما على الصعيد الصحي، صحتك يا حوت مرتبطة بحالتك النفسية أكتر. أي ضغط داخلي بيظهر عليك، فحاول تفرغ اللي جواك بدل ما تكتمه. النوم الكويس والمية هيفرقوا معاك جدا. النفسية أساس مش رفاهية، وانت محتاج تهتم بنفسك شوية. الفترة دي مناسبة تبدأ عادة صحية بسيطة يا حوت، مش لازم حاجة تقيلة. مجرد التزام يومي صغير هيعمل فرق كبير مع الوقت. المهم الاستمرار مش المثالية. البساطة نجاح مش ضعف، والالتزام سر وانت قادر لو هديت. ابعد عن السهر الزيادة والتفكير قبل النوم، لأن ده واخد كل طاقتك. حاول تهدي دماغك قبل ما تنام بأي طريقة تحبها، تسمع موسيقى أو تقرأ حاجة أو حتى تسكت. الراحة مش كسل، ده شحن، وانت محتاجها علشان تكمل بقوة. كمان لو عندك وجع متكرر ما تستهنش بيه. المتابعة بدري دايما أريح من الإهمال، وخليك فاكر إن جسمك بيكلمك بطريقته. اسمعه، جسمك صادق دايما، وانت لازم تصدقه مش تهمله علشانك. نهاية الفترة الصحية دي يا حوت أفضل لو التزمت شوية، وهتحس بطاقة أخف وراحة نفسية أعلى، لأنك لما تهتم بنفسك بتوزن كل جوانب حياتك. اهتمامك بنفسك حب مش أنانية، وانت تستاهلها من زمان مش دلوقتي بس. أما على الصعيد الدراسي، دراسيا يا حوت تركيزك مش ثابت، بس فهمك عميق، وده محتاج منك طريقة مذاكرة تناسبك، مش أي طريقة تنفع معاك. خليك فاهم نفسك واشتغل عليها. مش كل الناس زي بعض، وانت مختلف. ذاكرتك عميقة مش سريعة، وده كويس. لو في امتحان قريب بلاش توتر نفسك. المراجعة الهادية هتطلع كل اللي جواك، وانت فاهم أكتر. بس القلق هو اللي بيخليك تشك في نفسك. الثقة نص النجاح، والهدوء نصه التاني، وانت عندك الاتنين لو سيطرت على خوفك. الدراسة الجماعية ممكن تفيدك لو اخترت الناس الصح، بس لو حسيت انها مشتتة ليك خليك لوحدك. انت بتبدع اكتر في الهدوء. اعرف نفسك واختار اللي يريحك يا حوت، مش اللي يرضي غيرك. تركيزك اهم من اي حاجة. نهاية المرحلة الدراسية دي هتحس انك اتعلمت عن نفسك اكتر من المادة نفسها، وده اهم مكسب، لان اللي فاهم نفسه بيعرف ينجح في اي مجال. المعرفة مش درجات بس، دي وعي، وانت كسبته، وده نجاح حقيقي بجد. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا حوت. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.